علاش الطائرات ما عندهمش باراشوت، يعني مظله؟ يعني في حاله توقع شي حاجه الطائره كيتحل الباراشوت وكتنزل بامان. بزاف ديال الناس كيسولوا هذا السؤال، وفي الحقيقه هاد الطائره دي عندها باراشوت، ولكن علاش ما نقدروش نطبقوا هذا المبدا في الطائرات الكبرى التجاريه؟ حيت قد ما كبر الحجم ديال الطائره قد ما خص يكبر الحجم ديال المظله، فالحجم ديال المظله غادي ياخذ اسباس اكثر، فغنضحيو بلايص ديال الركاب وغنضحيو بلايص ديال الكارغو. كذلك المظله او الباراشوت غتاخذ وزن اكثر مما سينقص اداء الطائره، وحتى كاع الا طبقنا هذه القضيه ما غتكون عندها حتى منفعه، لان معظم المشاكل اللي طراو في تاريخ عالم الطيران طراو اما في الطلعه ولا في النزله. وطبعا هاد المرحلتين في الطيران كيكونوا عندنا في علو منخفض للباراشوت او للمظله ما غادي يكون عندها حتى دور طبعا. وحتى كاع الا قدرنا مستقبلا نديروا باراشوت للطياره غادي تشكل لنا مشكل ماشي حل في عالم الطيران، حيت انفو كتحل المظله كنفقدوا التحكم على الطائره وما نقدروش ننزلوا فيما بغينا. تقدر تنزل لنا فوق الشجر او في شي بلاصه تقدر دير لنا مشكل، لكن الطائرات مصممين بحيث ان الا سكت موتور كيقدر الموتور الاخر يطير بحيث تنص القوانين الجويه انه الا كان عندنا one engine inoperative we divert to the nearest alternate aerodrome. بالدارجه الا سكت لنا موتور واحد خاصنا نعوجوا لاقرب مهبط بديل، مهبط ايرودروم ماشي ايربورت ماشي مطار. كذلك خاصكم تعرفوا ان الطائره حتى الا سكتوا لها المطر بجوج كتقدر تنزل طيران شراعي او ما يسمى بالجلايد، كيف ما كيبان لكم الحمام نازل او العوه في البحر بلا ما ترفرف. ما تنساوش ان الطيران كيبقى هو امن وسيله نقل. safe flights and happy landings.